الاخوان في برنامج الحيوي هذا، وسعيد جدا بسماع الاخ جاسم اشكناني وراي المنور وائل سليمان ومحمد كرم. للامانه انا جدا جدا يعني يزعجني وجدا يعني وايد غلق من ما قاعد يحصل من اللجنه المؤقته للاتحاد الكويتي لكره القدم، وكنا متفائلين جدا عندما قام حضره صاحب السمو الامير بأمرهم بأن يعملون بمسطرة واحدة، ولكن مع الأسف الشديد اللجنة الانتقالية بغالبية أعضائها مع الأسف الشديد أساءوا إلى نادي الكويت. نادي الكويت أكبر من أن يقاتل أعضاء من اللجنة الانتقالية وبعض اللجان، والأخ العزيز خالد الفضلي مع الأسف الشديد اللي هو كان ما لازم يترأس لجنة المسابقات كونه هو طرف في هذه المشكلة. شلون اساءنا ابو تركي مثل ما قلتوا قله الخبره مثل ما قال وائل هي اللي وصلتنا الى ما وصل عليه. ابو تركي خالد قاعد يتكلم بخير. خالد انا اتصلت فيك ودزيت لك كذا مسج، ويمكن هذا دليل اكبر انك ما تبي ترد علي علشان ما تبي تسمع رايي، لاني انا احبك واعزك انت مثل عيالي. كنت ابي اقول لك تتخذ الراي الصحيح. زين اوكي، بس انت معناته لما تقول لي اتخذ راي صحيح قاعد توجهني الى قرار معين. اوجهك الى قرار السليم. امس في مباراه ما بين ما يخالف. لا ابو تركي معلش ممكن اخذ واعطي وياك شوي. ياخذ وياي واعطي، بس رايي. معلش لا هو قال ان احنا اسانا الى نادي الكويت. ابو تركي لو سمحت رايي لين ما اخلص وبعدين قول اللي تبي، وانا مستعد واقعد وياك بالاتحاد. ودزيت لك كذا مسج، ولكن كنت متوقع ومتاكد انك ما راح ترد علي لان ما راح يعجبك رايي، وهذا شيء يزعجني لان انت مثل اخوي الصغير وكنت ابي اقدم لك النصيحه. طيب تفضل ابو تركي. تفضل ابو تركي. خالد، الوضع اللي صار اقسم بالله العظيم نادي السالميه لا ينافس لا من بعيد ولا من قريب على الدوري العام، والثلاث نقاط ما راح تقنيه ولا راح تفوزوا بالدوري، ولكن اللي صار هذا يحتاج نص ساعه قرار قلب النتائج، ونادي الكويت مو محتاج هالثلاث نقاط علشان ينافس في هذا الدوري. انا واحد وارد واكرر، نادي الكويت حامه في هذه المشكله، ومع الاسف الشديد انتم السبب. تعتقدون ان انتم ملوك اكثر من ملك، انتم تبي تدافعون عن نادي الكويت في اي طريقه كانت، ولكن هذا اللي سويته واساء لنادي الكويت. خالد يوم السبت اسمح لي ابو تركي. خالد بس خلي يخلص ابو تركي وبعدين تفضل ابو تركي تفضل. يوم السبت في مباراة ما بين تشيلسي ومان سيتي، اغويرو بعد المباراة بنص ساعة توقف 4 مباريات لأن أساء في هذه المباراة. توقف في الكاس وتوقف في الدوري وتوقف في كل مسابقات. خالد لا تقول لي المادة كذا والمادة كذا وتتعذر في مواد. إذا في مباراة في كاس ولي العهد لاعب خذه عقوبة انضباطية، بصق بوجه حكم أو شتم على حكم، بعد يومين في مباراة يلعب بالدوري ونفس اللاعب يلعب امام نفس الحكم، لا تقول لي لوائح وقوانين. في خطأ من عندكم، طلع كتاب من الاتحاد ظلم نادي الكويت. انتم مشكلتكم انتم قادرين تقولون نعم هناك خطأ. يا خالد اتخذوا القرار السليم وتركوا عنكم سالمية كويت عربي، هذا كله ما راح يخلص. انتم في اسبوع واحد حصلت مشكلة جدا بسيطة هذه، استقالات وصارت مشكله، واليوم ما عندكم نصاب لعقد اجتماع، حتى اليوم قراراتكم بترفعونها، من اللي بياخذ فيها قرار مجلس اداره؟ بعدين تقول حق الاخ محمد كرم ان اللجان اقوى من الاتحاد. الاتحاد هو سيد قراراته. لو انت لجنه المسابقات ولجنه الحكام ولجنه الانضباط ولجنه الاستئناف ترفع اي قرار لو بالاغلبيه مجلس اداره الاتحاد، مجلس اداره الاتحاد يملك ان يقلب ما هو يراه مناسب. طيب ابو تركي الان عرفنا الفكره. اسمع النقاش واسمع منكم لو سمحتوا الله يخليكم. اما ان تعملون من اجل مسطره واحده، وما يبغى استغيلوا كلكم وخليون الناس مثل ما كان وائل سليمان وغيره وغيره. واضح ابو تركي، بس خليك معانا خليك معانا شخصانيه. خليك معانا اللي قاعد يصير والله شيء يزعج. ابو تركي لا ايقاف لا نشاط محلي ولا شيخ احمد. ابو تركي خليك معانا على الخط واسمع تساؤل خالد فضلي. خالد تفضل. اولا ابو تركي انت بديت كلامك ان احنا جاملنا نادي الكويت وظلمنا نادي الكويت في قرارنا. نعم. احنا اولا ما جاملنا احد، وبعدين لما تجي توجه اتهامك الى خالد الفضلي ان انا ظلمت او انا جاملت نادي الكويت، ابدا. انا وصلني القرار
يوم الخميس 1/12 اتخذ قراري 4/12، ما تاخر 3 ايام، كان بينهم جمعه وسبت عطله رسميه. فبالتالي ما طولت في الفتره لما وصلني في لجنه المسابقات، خذ دوره عند اللجان الاخرى الانضباط واللجنه الاستئناف ايا كان، لما وصلني انا اتخذت قراري وفق قناعاتي الشخصيه، وفق ما يملي عليه ضميري، وفق ما انا اشوفه في تطبيق القانون، ولا جاملت احد. ولما تقول لي ان احنا وهقنا الكويت في كتاب رسمي، ترى على فكره الكتب الرسميه اليوم لما تجتمع لجنه الانضباط بثاني يوم كل نادي له شأن توصله كتب انضباط. الشباب لما يصير عليهم عقوبه ثاني يوم توصلهم، الكويت لما تصير عقوبه ثاني يوم توصله، لما الجهره لما يصير عليه عقوبه ثاني يوم توصله، ترسل بشكل مباشر شنو العقوبه اللي اتخذتها لجنه الانضباط. فبالتالي هذا ما هو مجامله لنادي الكويت او نادي الجهره باتخاذ القرار. لما نقول ان اتخذ القرار بين قوسين لنفس المسابقه ما هو شيء جديد، هذا الشيء حصل في 10/10 على تركي احمد اليوسف، على محمد بريتشي، على خليفه منصور، وتحدث في دوري فيفا. حدث ايضا في عقوبه على في 13 او 23/10 و30/10 على رفاع الديحاني، وهو مساعد مدير قطاع الناشئين والاشبال والشباب في نادي القادسيه. حددوا له عقوبه في فئه معينه اللي هي فئه الناشئين مرتين، وبالتالي مفترض ان تكون نفس المسطره. انت بتتكلم مسطره موجوده في البدايه. فالامور عندنا انا عن نفسي اتكلم سواسيه، حتى اخواني مجلس الاداره سواسيه، لا تدخلنا لا من بعيد ولا من قريب في قرارات لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف. انا اذا تبي ترد علي انا اقول لك انا ريال بري ذمه ولا جاملت احد، وذمتي لله الحمد. الله عالم في توجهي، والله عالم في لما اتخذت القرار شنو كان رايي. يعني انا اتخذته وفق قناعه شخصيه وراضي ربي. اوكي خالد نسمع. تفضل ابو تركي. باذن الله. تفضل ابو تركي. ممكن اتكلم دقيقه؟ تفضل. تفضل. يعني كلامك وايد يونسني. اول شيء انت ما لازم تاخذ قرار. انت رئيس لجنه وحسمت الصوتين بصوت، انت رئيس لجنه ومنتمي لنادي الكويت، وانت ابن نادي الكويت، مو ابن نادي الكويت، انت تحلف براس نادي الكويت، وهذا شيء يفرحني، وانا سعيد جدا فيك، وانا فخور فيك ان انت تنتمي لنادي الكويت وانت تحب نادي الكويت. انت ما لازم تترأس اللجنه ولا تحضر اجتماع اللجنه. هذا واحد. اثنين، تركي احمد اليوسف ولا رفاع الديحاني ما ادري هو حارس مرمى النادي ولا راس الحربه. تخلط الامور يا خالد. وين ترى احنا 30 سنه عقوبه حددت، تحدد عقوبه اداريه على لاعب يلعب بغض النظر عقوبه من الانضباط يا ابو تركي، عقوبه من الانضباط طلعت هذه. انا ما ودي احرجك الله يرحم والديك يا اخي، ايش فيك؟ والله ما ودي احرجك. دخل تركي عقوبه اداريه على يدخل ملعب ولا ما يلعب، او رفاع الديحاني لاعب يلعب داخل الملعب يغير نتيجه المباراه. ابو تركي حاب تذكر شيء قبل ما نختم الاتصال؟ والله راح اذكر شيء، ويعني اللي يزعل ويرضى. انا اتمنى ان الشيخ سلمان ينتبه للي قاعد يصير بالرياضه. هذه اللجنه تكلمت وقالت كلام عاري عن الصحه، ان خاطب الاتحاد الدولي، وان قاعد تسعى لرفع الايقاف، وان وانا اتحداهم يجيبوا لي كتاب واحد ياهم رد من الاتحاد الدولي او جوابهم بما يخص اي شيء برفع الايقاف. هذا واحد. شكرا لك. اتمنى من الشيخ سلمان انه يعيد ترتيب هذه اللجنه. 4 مستقلين منها. واحد الله يشافيه صباح عبد الله. صباح عبد الله يشافيه ورده، و3 مستقيلين. وانا اعتقد فواز الحساوي ما استقال الا من ما شافه، وهذا شيء واضح لدى الجميع. اوكي شكرا. الشيخ سلمان يعيد ترتيب ويعين لنا لجنه تعمل من اجل مصلحه الرياضه الكويتيه. شكرا. وما قصرتوا وخلي يسامحني.